اصحابي، ناس كتيره جدا مش عارفين ياكلوا ايه بعد الرياضه، والناس اللي عامله دايت او حتى ناخدها في اللانش بوكس. تعالوا بقول لكم على وصفتين حلوين قوي. اول حاجه اجيب التوست واحط عليه هنا افوكادو، وبعدين حطيت عليه بيضه مسلوقه. وطبعا الافوكادو ما بيحلاش الا بالليمون، فعصرت عليه ليمونه وحطيت معاه جزر، واخدت بعد كده الطعميه في الاير فراير، حاجه كده سوبر تيستي ووجبه حلوه قوي بعد التمرين. ندخل بقى على الوجبه التانية، اقول لكم برده ايه المكونات بتاعتها. هنا استخدمت 2 من الرايس كيك. السعرات بتاعته اقل وطعمه حلو قوي، اقرب للفشار اللي بيحبوا الفشار. واحد حطيت عليه معلقه من جبنه ملح خفيف، والتاني حطيت عليه معلقه من التونه، وحطيت عليها قطعه من الافوكادو برده عشان تكون دهون مشبعه، وحطيت عليه طبعا رشه من الليمون. وبعدين بقى حبيت ان انا اضيف له شويه اضافات، حطيت عليه الجزر وحطيت له كمان طعميه عملتها في الاير فراير. وبس كده، نوعوا في الاكل بتاعكم عشان ما تزهقوش، وبالهنا والشفا عليكم. حاجه كده سوبر تيستي ومغذيه جدا بعد رياضه، وكمان ممكن ناخدها معانا في اللانش بوكس. واشوفكم في وصفه جديده، وباي.